السلام عليكم، كيف الحال والأحوال؟ طبعا في مشكلة كثيرة شفناها آخر فترة، اللي هي مشكلة عدم الصبر. يا جماعة إحنا في ألمانيا هون في عندهم قانون الدور. يعني أنت لما تروح على أي مكان، كان مطعم ولا دائرة حكومية، بدك تأخذ معك وقت. تروح أنت تعمل أنميلدونج لابنك بالبلدية، أو بدك تروح تعمل أنميلدونج للرحيل، بتغلب حالك وبتغلب موظفة أو الموظف. ما بيصير. أنت لما تروح على أي مكان خذ معك وقت. لما تروح على الدكتور، هم هون مثلا موعدك على 10:30، بتروح على 10:30 بضلك لل 11:30. طبيعي عندهم هم هيك ألمانيا هيك نظامها للأسف يعني. فأنت بدك تطول بالك، ما بيصير إنك أنت تستعجل أو تروح على مكان بدك تعمل عقد إنترنت، تفوت على المحل بيكون واحد قدامك تقول له يلا قوم بسرعة كذا، ليش طولت، ليش حكيت كثير. ما بيصير يعني. للأسف هذيك المرة صارت مشكلة كبيرة، وطلب الشرطة لواحد بده يعمل أنميلدونج بالبلدية، وهو الموعد تبعه 10:30 وعلى 11 بعد ما كانوش مفوتينه، وصار يصيح وعمل مشاكل وطلبوا الشرطة. للأسف بدك تطول بالك. هون ألمانيا فيها صبر، خذ راحة بالك. ما بتزبط بسرعة بسرعة ومشاكل وشرطة. ليش؟ طول بالك، اقعد استنى. هون بألمانيا ترتيب مصفطين، هيك نظام حياتهم، بدك تمشي على هذا النظام. إذا أنك عايش في ألمانيا بدك تمشي على النظام، ولا بيطلبوا لك الشرطة بيقولوا عنك مجنون بعدين. ما بزبط. طولوا بالكم يا جماعة الخير، وعيشوا حياة حلوة. تحياتي للجميع. أبو صالح الدلكي، مع السلامة.